في حياتي حاجة بتحصل مش فاهماها ومزعلاني، وأنا باحاول أكون باسلِّم أمري لله. في الأول كنت فاكرة إن الحزن معناه عدم رضا، بس فهمت إن الحزن لا ينافي الرضا، لكن الزعل هو اللي مخلّيني مش قادرة أنزل شغلي ولا أكمّل دراستي. حاسة حتى إن ممكن يكون في فرصة مهمة مش قادرة أستغلّها من الزعل. هو كده تسليم لله والّا لأ؟ فعلا الحزن لا ينافي الرضا أبدا. لو كان بينافي الرضا ما كانش ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن سيدنا يعقوب وقال وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما افتقد ابنه، يعني ابنه توفى، سيدنا إبراهيم بكى. ولما بكى الصحابة سألته يعني ما هذا؟ إيه ده؟ فقال هذه رحمة. فإنه بالعكس أنت لما بتظهر مشاعرك ده نوع من أنواع إنك بتظهر بشريتك، فدي قوة. ولكن إمتى المشكلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم سمى عام كامل هو عام الحزن، لأنه فقد حب حياته زوجته، وكمان فقد عمه اللي كان بيدافع عنه في سنة واحدة، فسماها عام الحزن. ولكن هل وقف؟ هل وقف في الفترة دي؟ أبدا. كان حزين وسماه عام الحزن، ولكن كان شايل أصلا مسؤولية الأمة دي كلها ورا ظهره، ومكمل مكمل في طريق الدعوة، وبيتأذي وراضي. فأنا متفهمة قوي سؤالك، ولكن طبيعي إنه يحصل لنا في النص إحباط. يعني في الابتلاءات دي عاملة ليها علاقة بالإيمان، والإيمان بيزيد وينقص، فطبيعي إنه فترة تبقى إيمانك عالي قوي، فأنا حاسس إن أنا راضي ومسلم وأكيد كل اللي بيحصل خير، وحاسس إن أنا مطمن وبكمل حياتي وكل حاجة سهلة. وأوقات تانية إيماني يقل، فاحس إنه هو ليه بيحصل كل ده، وتحس بقى أوقات إنك يعني مظلوم، وبيبقى الدنيا أوحش شوية، فممكن ييجي هنا فترة إحباط. بس هي الفكرة في إيه؟ إن أنا أرجع. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا لما يكون في مصيبة تنزل نعمل إيه؟ بيقول إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة عملوا إيه يا رب؟ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هم دول المهتدون. قالوا إيه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. بفكر نفسي بالأصل، أنا أصلا ملك لربنا سبحانه وتعالى، أنا بتاعك يا رب تفعل بي ما تشاء. وكمان بقوم بقى مفكر نفسي أنا هرجع فين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أنا في الآخر راجع له سبحانه وتعالى، وأي حق اتاخد مني ربنا سبحانه وتعالى هيجيبهولي وهيجبرني. يعني لما أنت تستشعر المعنى ده في وقت أنت حاسس فيه إنك مش قادر، ده بيرجعك. وده حصل لي قريب لما كان عندي ندوة مفروض أديها يعني لطلاب سنة أولى إعلام، ودي كانت حلم من أحلام حياتي، يعني يمكن أصلًا ربنا حققها لي أحلى بكتير مما أنا متخيلة. ولكن جيت بقى بعد ما حضّرت ساعات وكل حاجة، حسيت فجأة إن أنا افتكرت كل حاجة مضايقاني الفترة دي وصعبان عليَّ نفسي وحاسة إن أنا ما عنديش طاقة، وبدأت أعيط وأصحّي البيت وأنا مش هاروح يا جماعة وشوفوا هيحصل إيه وأنا وهكذا. وحاسة فعلًا إن أنا مش قادرة أحضّر، يعني مش قادرة أنظّم أنا هاقول إيه، وخلاص فاضل حوالي ساعتين لحد ما افتكرت المعنى ده. إنا لله وإنا إليه راجعون. ربنا دلوقتي أراد، هو المقيت، فأراد في الوقت ده سمية تروح تدي الندوة. أنا هحقق لها الحلم ده. هل أنا استغفر الله العظيم هتشرط على ربنا؟ يعني لا يا رب، لو ما صلحتليش الحاجة دي أنا مش عايزة الحلم ده دلوقتي. لا بالعكس، أنا بتاعته. ويعني ولله المثل الأعلى. أنت لما بتمتلك حاجة لازم دايما بتتصرف فيها للحاجة اللي ليها علاقة بمصلحتها، يعني بالخير دايما، حتى لو تبدو قدام كل الناس إن الموضوع شر. فهو نفس الconcept، ولله المثل الأعلى. ربنا سبحانه وتعالى أي حاجة بيفعلها بيك فهي وفقًا لمصلحتك أنت. ربنا سبحانه وتعالى بيجري عليه يعني أو بيتنزّل عليك بأسمائه وصفاته، ولكن وفقًا لعلمه بيك. علمه بسُمية شافت إيه قبل كده في حياتها، سُمية جواها إيه، عندها صلابة نفسية قد إيه، فبالتالي ده يخلّيك أساسًا متطمن تمامًا. وربنا سبحانه وتعالى أثنى على سيدنا سليمان عشان هو كثير الرجوع إلى الله. قال نعم العبد إنه أواب. يعني إيه أواب؟ يعني بيرجع لربنا كتير، بيرجع لطاعته كتير. ممكن يعمل ذنب، ممكن يغلط، ولكن
على طول بيرجع لربنا. هي دي فكرة إن أنت تبقى عارف بشريتك. ربنا خلقك بتخطئ، ربنا خلقك ضعيف، ربنا خلقك طاقتك ممكن تخلص بسرعة، ربنا خلقك محتاج لسبورت، محتاج لدعم خارجي. فلما يكون الحاجات دي مش عندك وتكون بتحاول ترضى، ربنا يعلم إن أنت ضعيف، ففي النص هتحبط. ولكن أهم حاجة برجع نفسي بالذكر. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديثه بقى زود لنا حاجة على إنا لله وإنا إليه راجعون. قال لنا إن بما معناه اللي بتصيبه مصيبة بيقول إيه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها أو خيرا منه. وده لأنه ربنا يعلم بينا إنه أنت لما بيضيع منك حاجة بتكون محتاج العوض، طبيعي. فربنا سبحانه وتعالى لما يلاقيك بتجاهد وبتقول الذكر ده كل ما انت تحس انك تعبت، كل ما انت تفتكر مصيبتك فتقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منه، ربنا سبحانه وتعالى يعوضك. وده اللي حصل مع أم سلمة. يعني أم سلمة لما أبو سلمة توفى هي افتكرت الذكر ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله، بس قالت في جواها كده: هو في حد أحسن من أبو سلمة؟ أكيد مفيش. بس قامت قايلة لأنها مؤمنة فقالت الذكر، ربنا عوضها بالنبي صلى الله عليه وسلم. فأكتر حاجة بتهون عليك بتثبتك هو ذكر ربنا مهما المصيبة طالت. هي دي الحاجة اللي تخليك قادر تسلم وتكمل في طريقك. سيدنا أيوب، يعني سيدنا أيوب كان لما بيحكوا قصته وبيقولوا لك كان عنده من كل الخيرات اللي انت ممكن تتخيلها، ذهب بقى، فضة، أراضي، ولاد، زوجة، عنده كل حاجة. ولكن ربنا سبحانه وتعالى ياخد منه كل حاجة كده، حاجة ورا التانية. أولاده كلهم يموتوا، كل الرزق اللي عنده ما يبقاش موجود، وكمان صحته تبقى ضعيفة لدرجة إن يقولوا لك إنه جسمه ما كانش فاضل منه غير حاجتين: قلب ولسان فقط. هو نايم، ولكن هو كان اللسان ده كفيل إن يذكر بيه ربنا فيطمن قلبه. فحتى لو هو كان ساعتها معهوش ولا أي حاجة، بس كان غني بإيمانه بربنا سبحانه وتعالى. ولما هو تعب ودعا ربنا وفضل رافع إيده لحد ما ربنا كشف عنه الضر ده، لدرجة إن هو المرض كان مغير شكله. فلما طلع مراته ما عرفتوش، يعني فضلت تقول له إن أنا مش لاقية نبي الله زوجي، فقال لها أنا هو ده أنا. فده بيكون عوض ربنا سبحانه وتعالى. تثبت إزاي في الفترة دي؟ تثبت بذكر ربنا، تثبت إن أنت تفكر نفسك بالدنيا دي. هو إحنا إيه؟ إحنا هنا ليه؟ إحنا هنا لله، ملك لله وراجعين له. فده بيطمن، مش بس بيطمن، كمان ربنا بيوعدك بإن هو يعوضك دنيا وآخرة. ده ظننا في ربنا سبحانه وتعالى. يعني لما بنيجي كده نشوف اللي بيحصل مع فلسطين، فكان واحد كان أسير، يعني إسرائيل واخداه كأسير وبيتعذب بقى فترة طويلة وكده. لما سألوه هو أنت إيه اللي كان بيعينك؟ قال القرآن. القرآن، كنت بتأسى بالأنبياء وصبرهم في الابتلاءات. فبالتالي لما تحس إن الدنيا متقفلة عليك قوي، مش قادر تعمل أي حاجة، بس أنت عايز تسلم وتكمل، يبقى فكر نفسك واذكر ربنا كده وقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منه.